ازيكم؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا وصفه شتويه سهله وسريعه وكلنا بنحب نعملها في الشتاء. ام علي. النهارده هنعمل ام علي بمكون جديد، الكرواسون. انا دايما بحب اعملها بالكرواسون لانها بتكون اخف عن الملفيه او الجلاش او الرقاق. عندنا هنا كرواسون، تقدروا تجيبوه ساده او بالشوكليت. انا ما لقيتش ساده فجبت عندي هنا اللي بالشوكولاته. هنجيبه طبعا حسب ما الطواجن اللي احنا هنعملها، يعني مش هنتقيد بعدد محدد. هنجيبه هنا ونقطعه بالسكينة أو نقصه بالمقص، ونحط عليه معلقة زيت ذرة أو معلقة زبدة عشان نحمر. هنحمر الكرواسون بتاعنا، طبعا ياخد لون من غير ما يتحرق. نقدر نحمره في الفرن او في القلايه التيفال بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. هنكون محضرين الطواجن بتاعتنا وهنغلي اللبن بتاعنا مع معلقتين الزبده ورشه فانيليا، وطبعا التحليه زي ما حضراتكم عايزين. انا كان عندي هنا لتر لبن لاني انا كنت عامله حوالي 5 طواجن، فحليته بحوالي نص كوبايه سكر. هنسقي الطواجن بتاعتنا بعد ما نكون حمرنا الكرواسون بتاعنا بالزبده، وطبعا احنا ضايفين كمان زبده في اللبن بتاعنا. طبعا وضع الزبده ده زي ما حضراتكم عايزين تحطوا معلقه واحده كفايه، معلقتين براحتكم. هنكون طبعا مجهزين الفرن بتاعنا. بعد ما يتشرب عندنا الطاجن كويس نقوم حاطينه في الفرن، وهنكون قبلها حاطين على وشه معلقه قشطه. تقدروا تضربوا مع معلقه القشطه معلقه كريم شانتيه، بس انا فضلت ان انا اعملها خفيفه زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دخلناها على فرن يكون متوسط الحراره من فوق وتحت، وطبعا هي ما بتقعدش كتير في الفرن، بتطلع على طول لان كل المكونات عندنا تعتبر مستويه. احنا يا دوب هناخد نخليها تعمل وش زي ما حضراتكم شايفين كده وبعدين نطلعها. هنا كانت الطواجن بتاعتي جهزت وانا طلعتها وحطيت على الوش زي ما حضراتكم شايفين. كان عندي مكسرات طبعا حسب الرغبه وحسب الموجود عندكم. عايزين تحطوا عليها شوكليت، تحطوا عليها لوتس، اي حاجه موجوده عندكم. انا حبيت ان انا اكتفي بالمكسرات زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لكم ان هي من اخف الوصفات وهتحبوها جدا. هتكون وصفه مدفيه جدا في الشتاء، وصدقوني هتغنيكوا لو عملتوها كوجبه في عشاء او في فطار. هتكون دسمه جدا وهتكون مشبعه ومفيده، وهتحبوها جدا بالطريقه دي وسهله جدا ومش دسمه زي ما بتتعمل بالطريقه العاديه بتحط فيها ملفيه او بتحط فيها جلاش. الدهن بتاعها هيكون مناسب. طبعا الوصفه سهله وبسيطه جدا. يا رب تكونوا استفدتوا وتقدروا تطبقوها بنفس الشكل وتطلع معاكم بنفس النتيجه. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باشتراك في القناه ولايك. شكرا لحضراتكم.